ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم طبعا بفائدة جديدة عن فوائد الأعشاب، لكن اليوم بدي أحكي الأعشاب المفيدة للقولون وأيضا للتنحيف، الهم والشغل الشاغل لنسائنا وأمهاتنا وحبايبنا وروحه ورجالنا. رجالنا بكون حامل هالكرش أمامه ونافخ، بفكر إنه عنده سمنة، جسمه بكون معتدل وما شاء الله عليه، لكن هالكرش ما بنعرف انه دائما نتعشى ونتمشى، ما نتغدى وننام، بتصير خمائر وغازات وبتنفخ المصران من الداخل. فبالتالي الناس بتلجأ للكبسولات والأعشاب وهالوصفات اللي بتطلع على التلفزيون وبالمواقع وبتحكي لك والله إني ما استفدت، والله ما رايح تستفيد. لأنه أول شيء إذا بكون عندك قولون وقولون عصبي وعندك تربك بالأمعاء لازم تنظف بطنك. حبايبنا وأهلنا زمان وعجايزنا وكبار السن زمان كان دائما إنه يسهل ينظف هذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلقه بأحسن تقويم، لكن ببطننا وبداخل مصارينا إيش رأيكم فيه؟ مخزن من الأوساخ لازم ننظف، ما بتتكاثر الأمراض، فبالتالي بندفع البلاء وبندفع السمنة. دائما نهتم بأكلنا، ذكرت انه نتعشى وروحوا نتمشى، وذكرت دائما ما نتعشى ونحط راسنا وننام، وما نتغدى ونحكي والله اني نعست، ليش احنا ننعس بعد النوم؟ يا سلام. لكن الشيء الصحيح والمجرب نتقي الله بس في الباعة اللي نشتري منهم، خلي التفاح الطبيعي، خلي التفاح الطبيعي دائما بعد اي وجبة دسمة، الغداء والعشاء، وبلاش الفطور، ناخذ ملعقة على كوب من هالماء، نحرك وبسم الله ونشرب ونتحرك، ما نظلنا جالسين ماسكين هالريموت ونقلب المحطات، جزيرة وعربية ورياضة وأفلام. طبعا هذا كله بسبب السمنة. أيضا الأمراض والأدوية بتسبب السمنة، دائما لازم نشخص السمنة، لازم، لأنه في مشاكل ربما تكون بجسم الإنسان، الهرمونات، الحالة النفسية، الشهية المفتوحة للأكل، فبالتالي العين دائما اللي هي تاكل. أيضا نحافظ على نفسنا من السمنة والتخمة، نعتاد بشيء طبيعي. يا جماعة بحكي لك الشاي الصيني، الشاي الأخضر، الشاي الأخضر نعمة من الرب، نعمة لنا. ناخذ ملعقة على كوب من الماء، نصب عليه الماء الساخن مثل ما ناخذ الشاي العادي، ونبعد عن السكر، لأنه السكر بسمنا مرتين باليوم. حتى لو أخذنا الشاي الأخضر صبينا عليه الماء الساخن أو عملنا لتر، أو نعمله مثل ما نعمل الشاي العادي ونصفيه ونحطه بالإبريق ونشربه بارد، ما شاء الله هذا شراب الملوك والناس اللي تفهم بيستفيدوا. لكن على النت عندي أكبر موقع في العالم مشهور، وأنا على الفضائيات دائما الناس تحكي لك آخذ العشرق أو آخذ عشبة السنة مكة تنزلني 5-6 كيلو 10 كيلو. يا اختي هو انت كان سيخ شاورما نقطع منك؟ هذا كلام مو صحيح. والله ما تدخلي على هذه اعشاب مسهله، بتاخذ الماء الموجود اللي بحاجته جسمنا، بتنشف جسمنا، غلط. نبطل ندخل على التواليت او الحمام او قضاء حاجتنا الا بهذه العشبه، يعني بصير عندنا مصيبه على كبرنا. فبالتالي ننتبه من هذه الاعشاب، الها فوائد لكن الها جرعات مو للتنحيف. لكن ذكرت خلي التفاح بعد الأكل بنصف ساعة ملعقة على كوب من الماء، نعتاد نتناول الشاي الأخضر، أوراق الميرمية، الأمور الطبيعية، ورق الزعتر وماء الزعتر، ماء السحر للتنحيف، الزنجبيل حارق للدهون حتى خارجيا، زيت الزنجبيل تدليك على الأرداف ولا حياء بالعلم وعلى البطن، ونلف كيس من النايلون ونلعب لنا شوية رياضة، والله بنشد عضلنا وبروح الترهل وبتروح التشققات البيضاء جوانب الصدر وجوانب البطن والفخذ، ما في شيء اليوم مخبى عليكم. فبالتالي بنستفيد من هالخصائص اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين ايدينا، وفعلا بتفيد هالجميع. إذا نتعامل دائما ونرجع للطبيعة. ترى الشوام حلوين وميتهم ما شاء الله، وطبيعة وجههم ما شاء الله عليها، ولا عندهم كرش ولا عندهم قفا، لا حياء بالعلم. يا جماعة يعتادوا يشربوا الزهورات، الزهورات مو هالمشروبات اللي تنباع بالسوبر ماركت، مو ملحقين، هذه بتعمل لنا هشاشة عظام. تعرفوا أنا إيش أقصد البيبسي والكولا، والله إنها داء لجسم الإنسان، داء. وناخذ هذه العلبة
ونديرها بالحمامات او بالبلوعه او بالمجاري ونشوف كيف يصير فينا. لكن يلا نفسنا. لكن اليوم شبابنا ياكل وهو يمشي، يدخن، يشرب قهوه، السهر، الحاله النفسيه، هذا كلياته دمار وما يمشي يا اخوان. فبالتالي بده يصير عنده تخمه، بصير عبدين، وزنه بدل ما يكون 60 أو 70 كيلو متناسق مع طوله بصير وزنه 100 و110. آذاه وآذى مفاصله، صار حمل كبير على مفاصله، يصير يصيح ويتألم من مفاصله. السبب انه ثقل عليهم. مثل واحد يريد يبني بيت، الله سبحانه وتعالى يسر له أكم من فلس، بنى له 4 شمعات، ما يصير يطلع عليهم ناطحة سحاب يوقعوا. وهذا الجسم، السمنة مرض والسمنة داء. نخفف من السمنة بالمشي، بالحركة، نشوف ونعود لنظام أكلنا، ناخذ شوربات حارقة للدهون، شوربات حارقة للدهون، السلطات، فواتح الشهية البسيطة. العين اللي تاكل مو نبلش بالرز واللحم وعليه الشحم، بالعكس. إذا نريد نحافظ على جسمنا نشرب الماء واحنا جالسين. ايضا الماء بعد الاكل بسبب لنا التخمه الا القليل عشان نعرف نبلع والمعده هالاحماض تتحرك ونستفيد. دائما اذا عندنا احتباس سوائل في الجسم دائما نحاول نشرب مي وندخل على التواليت اكثر من ميه، نتخلص من هالسموم الموجوده في بدننا. اذا العوده للطبيعه، العوده للشاي الاخضر وخل التفاح باذن الله سبحانه وتعالى فوائدهم جدا عظيمه واعطوا نتائج بشرط يكون خل تفاح طبيعي مو صناعي، لأنه بالسوبر ماركت خل تفاح أبيض صناعي ومصنع من مواد كحولية أو ما أشبه. إذا نعود للطبيعة، وبالتالي إحنا ناخذ 10-12 حبة تفاح نقطعهم ببذورهم 4 قطع، نضعهم بوعاء معتم ونتركهم، نلفهم بشاش، نلف غطاء بشاش، نتركهم 40 يوم رايحين يتخمروا، نصفيهم، فبالتالي بيكون عندنا خل. او نريح حالنا بلاش تطلع الرائحه، نروح على مركز محترم موجود عنده خل التفاح. هذه النعمه وخير الادام الخل. وخل التفاح فوائده جدا عظيمه حتى للجهاز الهضمي، ما بيأذي معدتنا اذا كان طبيعي. وانتم بتعرفوا فوائد الخل، ايضا هو حارق للدهون ومفيد جدا لجسم الانسان سبحان الله، وحتى مطهر وحتى معقم. والله سبحانه وتعالى يعطيكم خير ويبعدكم عن هذا المرض الفتاك اللي هي السمنة. لا نقدر نسوق ولا نركب طيارة ناخذ محل 2. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وصفة للكرش ومشاكل الكرش. الشاي الأخضر اعتادوا عليه في هذه الأيام اللي هي أيام الأعياد. الشاي الأخضر نعمة ضد الأورام، مفيد، فوائده جدا عظيمة للتنحيف، حتى مدر للبول. الشاي الصيني إذا أردنا إنه نخف كمان بسرعة بنضع عليه القليل من قشور الرمان، رشة خفيفة، فبالتالي بناخذ منه ملعقة على كوب من الماء، والله إنه مثل السحر 2 باليوم. ولا تنسوا قطعة الباذنجان. لكن مشكلة الباذنجان بده استمرار 30 يوم، وأتحدى إنه نجلس أو نوقف على الميزان، والله السمينة والسمين اللي يجلس على الميزان ما يقوم، ينكسر الميزان. لكن أنا أنصحكم 30 يوم بالباذنجان الني، حتى اللي عنده كوليسترول واللي عنده ماء محتبس واللي عنده دهون، فبالتالي بنستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى. خبير، صار لي سنة عندي ألم بالمعدة. تمام. رجعت طبيب، صرت ناظورة، قال لي عندك التهاب رأس المعدة. قال لي عندك التهاب بالمعدة. تمام. كم عمرك؟ عمري 47 سنة. كيف أكلك؟ نعم. كيف الأكل؟ والله أكل يعني مثل ما قلت طبيعي خبير يعني. شكرا لاتصالك يا عم أكرم يعني وتواصلك معنا، وروح كل عام وانت بخير. كمان مرة 1 كيلو من العسل، روح اشتري عسل بس بالله عليك يكون العسل عسل أصلي، وحط عليه 6 ملاعق، ضع عليه بالعربية، ضع عليه أو حط عليه 6 ملاعق من بودرة العكبر. العكبر أقوى مضاد حيوي خلقه ربنا، ما صنعه إنسان، بصنعوا النحل، ديروا بالكم.
اخلطهم مع بعض، تناول ملعقة صباحا على الريق وما تشرب قهوة بعديها ولا شيء، اترك ساعة بعدين افطر. ابعد عن الفلفل، عن صلصة الطماطم أو الطماطم أو أي طبخة فيها طماطم مطبوخة. طماطم عادية كل مثل ما بدك، مثل ما هي كل، لكن باذنجان مقلي، أي شيء مقلي خصوصا البطاطا المقلية ابعد عنها. فبالتالي إذا أخذت ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار بتستفيد. لكن تعال، إذا عندك بامية، تعرفوا البامية تكون ناشفة، اطحنها مثل البودرة قبل كل وجبة أكل، قبل الفطور والغداء والعشاء، خذ ملعقة على الفم واشرب وراها قليل من الماء، بتغلف المعدة من الداخل. وهذه مجربة وهذه وصفات أيام زمان وبتستفيد. كثر من تناول عصير الرمان، لكن عصير الرمان لما تعصر الرمان، الحب اللي بداخل الرمان عليه غطاء أصفر مع اللب بتاعه، يعني اعصر وخذ لك كوب بكفيك باليوم. بدك كوبين ما في مشكلة، بدك 3 ما في مشكلة، لكن التزم بكوب يوميا بتستفيد. أيضا قطعة بطاطا نية، البطاطا قطعة صغيرة نية، حطها تحت الأضراس وكلها يا أخي، بطاطا مفيدة. من بذور الرشاد ملعقة صغيرة مش كبيرة، ملعقة أطفال اللي نطعمي فيها الأطفال، من البذور على كوب الحليب أو الغلاية اللي تغلي فيها الحليب. لما تغلي نطفي الغاز ونضع البذور المطحونة عليها، نتركها ربع ساعة، نصب ونشرب، والتزم فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى إنك تستفيد. وهاتوا الاتصال. علي سوريا. مرحبا حكيم. يا هلا. الله يسعد لي مساك. يسعد مساك. حكيم بس سؤال، في شيء يروح الكرش؟ يسعد كرشك أنا وروح. يلا يلا. يعني نتعشى وننام مشكلة للكرش، المشروبات الغازية مشكلة للكرش، لكن بدي أنصح باللومي. تعرفوا اللومي؟ في منه اللون ليموني وأيضا اللون الأسود. اللومي لو التزمنا في أسبوعين، حبة اللومي القاسية قشرتها ناشفة بتشبه الليمون، هي من الليمون، كسرتها نصين وحطيتها بالكوب وصبيت عليها الماء الساخن أو حتى غلي، وتستمر عليها لمدة أسبوعين. الزوائد اللي موجودة على البطن والخصر راح تشوف النتائج العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللومي فوائد عظيمة حتى لإدرار البول، حتى بيخرج السموم. شباب عم بسمع وحدة هون. يلا، إذا اللومي شراب بارد اللي بتحطوه مع الكبسة وبتحطوه مع الشوربة وبتحطوه مع البرياني. هذه الوصفة السحرية اللي بيستخدموها الهنود، وما شاء الله كسمهم سمباتيك فرنسي كسمهم. أما إحنا أرداف ما شاء الله، وكرش قاعد على الفخاد وقاعد يغني ومش ملتزمين. لكن نخفف الخبز ونخفف الرز، فبالتالي بنستفيد. أول ما نصحى من النوم نشرب كوب ماء فاتر معصور عليه ليمون،